عليكم حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. واليوم الفيديو مالتنا هو كاستر بالبسكيت. طبعا الكاستر اللي هو يصير لونه اصفر ونضيف عليه، او الطبقة الثانية اللي هي فوق البسكيت تصير الكاستر الجوزي او الدنو. مكوناتها اول مرحلة عندنا هنا 3/4 الكوب نشا، يعني كاستر، نشا الكاستر 3/4 الكوب. وعندنا هنا تقريبا 1.5 ملعقة، يعني ربع كوب شكر. وهنا الحليب، وهنا بسكت طبعا. والبسكت اي بسكت عادي، يعني هذا البسكت عندي يعني صار له تقريبا اسبوعين ما حد اكله. هنا حسوي لهم اياه حلويات. وعندي هنا القياس مالت الكوب، هذا قياس الكوب. اول ما اضيف اخلي الشكر واخلي الكاستر. طبعا هي هاي الاكله يحبوها، يعني جهالي كلش يحبوها. واقيس الحليب، هذا كوب حليب، هذا الكوب الثاني، وهذا الكوب الثالث. هسه عرفتوا شنو؟ هنا 3/4 لهنا، يعني تقريب خلي اقول لكم لهنا تقريب. هذا الكاستر لهنا خليت، او النشا الكاستر لهنا خليت النشا او الكاستر، وخليت 3 كوب حليب. اظل اخلط بيه على البارد، وبعدين اشغل الطباخ. هسه شغلت الطباخ، اظل اخلط بيه الى ان يسخن وارجع لكم حبايبي. هذا هسه بعد ما سخن، شوفوا شكله شلون صار. هذا هيجي. طبعا طفيت انا النار عليه هسه، بس ظل شويه على الحراره. هذا هسه هيجي. هسه راح اشيله واطلعه من النار، اخليه على جهه. عندي هنا البايركس. ابدي اصفط البسكت. اول طبقه اصفطه بهالشكل هذا هيجي. وابدي اخلي اول طبقه من الكاستر. هلا وحسوني، تحب هاي الاكله؟ اي. هوايه ولا شويه؟ طبعا هواي. صدق؟ اي. هاي على مود حسوني ابني يعني سويتها. شو تريد بعد حسن؟ دلل. بس سويت هاي الواجب بعد ما نخلص. هسه ابدي بالطبقه الثانيه. ثاني طبقه مال البسكت. وابدي اخلي كاستر الى ان اخلص الكاستر اللي عندي كله. هسه هذه هيجي. واخلي طبقه كاستر، العفو طبقه بسكت. طبعا واملي هاي الفراغات اللي منا ومنا اللي تظل بالبايركس، حتى من كل الجهات من ياكلون وياه بسكت. هسه عندي اخر طبقة كاستر راح اخليها حتى اروح للمرحلة الثانية اللي هو الدنو او الكاستر الجوزي.
هسه هذه هيجي بس اخلي طبقة بسكت واروح احضر الكاستر الجوزي مالتي، الكاستر اللي بالشوكولا. حبايبي هسه نبدأ بالمرحلة الثانية. طبعا وهي 3 ملاعق كبار نشا العادي، 2 ونص ملعقة شكر، بملعقة ونص كاكاو باودر، بملعقة زبد. هاي اخر شي اخليه طبعا. والحليب هسه قدامكم راح اخليه. نرجع مرة ثانية، افرغ الشكر وافرغ النشا. وافرغ الكاكاو واخلي الحليب. هاي 1 حليب، وهاي 2 ونص، لان انا ما اريده خفيف، اريده شويه بيسخن. اشغل الطباخ عليه وابدا احرك بيه. طبعا هو تقريبا يشبه الترايفل، بس هذا يختلف، ما بيه موز ولا جلي، تقريبا نفس عمل الترايفل من نسوي، بس بدون جلي مثل ما قلت لكم، بدون موز. هسه هذا شوفوا شلون سخن. ابدي اخلي الزبد. طبعا انا حطفي النار عليه، طفيت النار عليه هسه، وابدي اذوب الزبد. الزبد ينطي طعم وينطي لون على الوجه من اصبه. هذا اذوبه. ماذا يرضى يذوب الزبد، ما اعرف ليش. لا الحمد لله بدا يذوب، بس لان الزبد كان كلش جامد بالثلاجة. هسه ذاب الزبد الحمد لله. هسه ابدي اصب الخليط مالتي هنا. طبعا هسه اخر شي اللي يحب يزينه باي شي عنده، اذا فاكهة، اذا مبروش، جوز الهند، او اذا يعوفه هيجي، هو حسب الرغبة بعد بكيفه. هسه اني حزينه بمبروش. هذا شكله النهائي، ان شاء الله تجربوه ويعجبكم.
طبعا لا تنسونا باللايكات والاشتراك بالقناة. وأحب أذكر كل اللي يريد يتواصل وياي عنده أي سؤال أو أي استفسار يقدر يكتب لي على الانستغرام أو على البيج اللي بالفيس مالتي. طبعا وراح أنزل الاسم مالته أو الرابط مالته بصندوق الوصف، وإن شاء الله أظل أتواصل وياكم. ولا تنسونا مثل ما قلت لكم باللايكات والاشتراك بالقناة ليصلكم كل ما هو جديد، وأرجو الدعم من عندكم وأكون ممنونة. شكرا لكم.